السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا وحبايب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. عظم الله أجرنا وأجركم بمصاب أبو عبد الله الحسين. هاي شوية لقطات حبيت أضيفها للفيديو مالتي، لأن طلعنا البارحة وشفنا الأجواء الحلوة والروحانيات. أطفال وكبار دا يوزعون ثواب، ينطينا وينطيكم وينطيهم مرادهم إن شاء الله. أكلتي أو وصفتي اليوم كلش بسيطة وسهلة، وحبيت أفيدكم بيها. شنو هي وصفتي؟ خلي أدخل مباشرة عليها. وصفتي اليوم تحتاج موز عدد 2 كبار أو صغار 3، مو مشكلة المتوفر. كوب حليب، كيفكم تردون سائل باودر وتذوبونه بمي، كل شي يصير بهذه الوصفة عادي. شكر خاشوقة 2، انتو بكيفكم بعد حسب الحلا، بس اني شفت انه خاشوقة 2 كلش كافية. او تخلون سكر ستيفيا على مود اللي مسوي دايت الكذا يقدر على مود ياكلها. خاشوقتين كاكاو باودر خام اني اشتريه من العطار، وظرف واحد بس من الكريم شانتي. هذه معظم الشغلات، وخاشوقة من الفانيليا السائلة تردونها باودر هم مو مشكلة. هسه راح اشتغل بالهاند بلندر، تردون بمحضرة الطعام، تردون بالخلاط، كل شي يشتغل بيها عادي. اني لقيت العفو الهاند بلندر قريب علي فاشتغلت بيه. هنا أنا أهرسها كل الزين على مود ما يبقى فشي من الموز، لأن بس الموز عندي الصلب، وإلا بقية المكونات كلها تذوب بسهولة، ما عندي إشكال بيها. هنا أنا هاي إضافة من عندي خاشوقة صغيرة أو مال كوب من النسكافيه، هذه مال قهوة سريعة الذوبان، يعني شوية تكسر الحلال الصير وتنطيها طعم كلش طيب. عندي نص خاشوقة من الحليب المكثف، إذا تحبون. أنا بالنسبة لي اكتفيت بنص خاشوقة، إذا تردون أنتو خلوا خاشوقة كاملة تنطي بعد طعم أطيب. هنا أنا عندي مكسرات مال البيت، يعني غازو على فستق على جوز، أخذتهم وكسرتهم بإيدي وخليتهم إضافة للآيس كريم ينطي قيمة غذائية أكثر. هنا أنا أخلطهم كل الزين، واللي عنده قوالب مال آيس كريم ما بيها أشكال، واللي ما عنده عادي يسوي مثلي. أنا خليتها بايركس، وراح أخليها إلى أن تجمد تقريبا من 4 إلى 6 ساعات. أنا بالنسبة لي ظلت بالمجمدة 5 ساعات، يلا جمدت. ومن طلعت مو مثل الثلج بالقوة تطلعوها وما أعرف شنو، لا، هذه هنا أنا بقى عندي شوية من المكسرات خليتها على الوجه مالت الآيس كريم، يعني ينطيها شكل حلو، والأطفال همين تعجبهم هاي السوالف. تمام. مثل ما قلت لكم، اللي عنده قوالب يخلي، اللي ما عنده يسوي مثلي بالبايركس، لأن أنا جهالي يحبون يعني أصب لهم إياه شلون عنده للآيس كريم، إن يخلوها بكاسات وما أعرف شنو. تمام. هاي هنا من بعد أن خليتها بالمجمدة 5 ساعات طلعتها، والشكل يحكي عن نفسه. ما راح أقول لكم طعم هاي خبل وما أعرف شنو، أنتوا راح تجربون وراح تشوفون الطعم وراح تقولون عاشت إيدك. صدق وصفة طيبة وبسيطة وسهلة، والمواد معظمها إذا مو كلها متوفرة بالبيت. أنا أقول لكم يجوز المكسرات مو دائما إحنا متوفرة، لأن أول ما تجي ناكلها، بس مو مشكلة. أنا كان باقي عندي شوية وخليتهم. شوفوا هسه من دا أصبها شلون سهلة وناعمة. من أخليها بالكاسة، ما راح تعذبكم. هواي نوبات نسوي آيس كريم يكون قوي، من يجمد بالقوة نطلعها، هذه لا. 5 ساعات بقت بالمجمدة، من صبيتها كلش سهلة، من خليتها بالكاسة ورشيت فوقها شوية من المكسرات البقت. وأكيد أكيد أكيد لازم أني أول وحدة أذوقها، فجربوها راح تعجبكم كلش طيبة إن شاء الله. يا رب وصفتي اليوم عجبتكم، والفيديو هم قصير وما راح يضوجكم. وشكرا جزيلا على تفاعلكم على الفيديو السابق، فاجأتوني بصراحة، ألف شكر. طلبي اللي أتمنى ما تنسوا بأي فيديو أنزل لكم أن تدعون الوالدي ووالدتي بالرحمة والمغفرة. مع السلامة.